يلا بينا بقى اقولك على طريقة تخزني بها الفول الجديد، وخصوصا احنا في شهر 5 وده ميعاد الفول الجديد، وبيبقى بسم الله ما شاء الله مال السوق وسعره رخيص جدا. فيا ريت نلحق نخزن اكبر كمية، وهقولك ازاي تخزني الفول الجديد من الميعاد للميعاد من غير ما يسوس منك وبره التلاجة ويقعد عندك زي الفل. هي تلاجاتنا ناقصة كمان نحط فيها الفول المدمس؟ لا يا ستي، دي طريقتي من زمان وبصدق انا الفول بيقعد عندي سنة وازيد من سنة، لاخر حبة بيقعد معايا زي الفل وما بحطوش في التلاجة ابدا. ودي على فكرة دي تجارب من سنين، انا مش باجي اجرب فيكم، دي طريقتي من زمان من سنين وانا بخزن الفول بالطريقة دي. وانا دايما اقول لكم ايه اهم من الشغل؟ تنظيم الشغل. يلا نسمي بالله وننظم شغلنا ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا يا ستي جايبه صينيه وابتدي افضي فيها الفول بتاعنا. الكميه دي بترجع لك انت، هاتي الكميه اللي تعجبك. المهم ايه، هفضي الفول كله كده زي ما انتوا شايفين. والفوله اللي انا هخزنها معاكم دي فوله بلدي. ازاي تعرفيها؟ هي ما بيبقاش حجمها كبير، بيبقى حجمها وسط وبيبقى لونها فاتح، وفي نفس الوقت بالزيت معانا لو دمسناها، لو عملنا بصاره، لو عملنا نابت، لو عملنا طعميه، حجمها بيزيد معانا جدا. والفوله البلدي بتبقى مسكره وزي الفل. المهم انا ابتديت افضي ايه الفول بتاعي زي ما انتم شايفين كده. وعلى فكره الفول ده انا واخداه من اخت ام احمد، ربنا يديها الصحه والعافيه. واخت ام احمد على فكره مديره مدرسه، بس هي واولادها بيحبوا الارض جدا وحاجتهم بسم الله ما شاء الله زي الفل، ودي مش دعايه ولا حاجه. المهم ايه، المهم انا ايه هفضي الفول زي ما انتم شايفين كده. وتعالوا نشوف هنخزنه ازاي. انا هنا بوريك الفوله البلدي زي ما خدتها من اخت ام احمد، زي ما هي زي ما بعتتها لي من الارض، بعبشها لو فيها اللي هو الغلاف بتاع الفول عادي خالص، تسيبه الفول زي ما هو، لا تنقيه ولا اي حاجه خالص. انا عايزه الفول زي ما بيجيلك دي، لان الحاجات دي بتحافظ لنا على الفول. طب ايه المكون السحري هلا لا تخزني بيه الفول؟ هو الرز يا ستي، هو ده المكون السحري. طب ليه اشمعنى الرز؟ عشان الرز بيحافظ لنا على نسبة الرطوبة اللي بتخلي الفول تسوس معانا. طب تاني طريقة ما يمنعش التسويس، هقول لك يا ستي، نجيب صفيحة كده، الصفيحة دي بتاع السمنة بتاعت جبنة قصدي، اي صفيحة عندك بس تكون نظيفة وغسلها كويس ومنشفاها كويس جدا جدا، وحطيها في الشمس لغاية ما تنشف خالص، او احرقيها على النار، يعني تحطيها على نار البوتاجاز شوية كده لغاية ما تنشف. وابتدي حط شوية رز وشوية فول، شوية رز، هي عبارة عن معلقة رز صغيرة مش كبيرة. كل ما نحط شوية فول كده بإيدينا كده 3 كبشات 4 كبشات، رش عليها شوية رز لغاية ما تخلصي الكمية كلها. دي أول صفيحة. أنا بصراحة كان عندي فول كمية كبيرة، فأنا عشان ما أطولش عليكم الفيديو أنا هعمل معاكم الصفيحة دي بس. ونبتدي يا ستي نقفلها، بس نتأكد إن الغطا بتاعنا برضو ناشف كويس قوي، ما يكونش فيه مية خالص. تمام كده، دي من شروط تخزين الفول. ونبتدي نجيب الغطا بالجنب كده، وانت بتقفلي على الفول ما تقفليش من فوق لتحت، لا، مشي الغطا بالجنب كده عشان ما تدخليش هوا، عشان الهوا برضو من الاسباب اللي بيسوس الفول، واقفليها كويس. طب نستخدمه ازاي يا هاله؟ منين ما تعوزي يا ست، هتعملي فول، هتعملي نابت، هتعملي بصاره، تفتحي الصفيحه بتاعتك، تاخدي شويه وتنقيهم، ان كان في طينه، كان في عفشه، كان في فوله مكعبشه، نقي الكميه اللي انت عايزاها تعمليها فول، وتاخديها وتقفلي تاني لغايه ما الكميه تقعد عندك سنه كامله زي الفل وازيد من سنه. وده بقيه الفول على فكره، وهخزنه بنفس الطريقه، بس انا عشان ما اطولش عليكم الفيديو. ويا ريت اللي ما حطيتش اللايك تحط لي اللايك عشان فيديوهاتي توصل لكل الناس. وانا هنا بوريكم الفول البلدي وبالهنا